السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. بداية الأسبوع العاشر بداية نار. اللي الداخلية عملوا في بيراميدز طلعوا على الاتحاد. وأنا عاتب على فرقة الاتحاد. احنا من أول موسم بنقول فرقة الاتحاد فرقة محترمة وعاملة مباريات كويسة وماشية كويس، 18 بونت ودخلت المربع. ما ينفعش نشيل ثلاثة، الاتحاد السكندري يشيل ثلاثة من بيراميدز وضربة جزاء ضايعة، يعني 4-5. كانت ممكن النتيجة تبقى 4-5. لا يا رجالة، لعيبة كلمة مني لعيبة الاتحاد، يا رجالة اللعيبة الكبيرة واللعيبة المميزة بتبان في المباريات الكبيرة مش في المباريات الصغيرة. ثم تعادل سلبي بين انبي والداخلية. مباراة كر وفر ليكتفي كل فريق بنقطة، والمباراة تنتهي 0-0. ثم مباراة ولا أجمل بين فاركو وفيوتشر. مباراة جميلة جدا فيها 5 أهداف. هو الأسبوع حافل بالأهداف بصراحة، ويمكن الأسبوع ده لسه فيه مباراتين بكرة ممكن يوصل 23 24 جون. وفيوتشر يقدر ينهي المباراة لصالحه 3-2 على فاركو. ثم تعادل إيجابي 2-2 بين طلائع الجيش وحرس الحدود اللي كان متقدم 2-0، والحرس والطلائع قدر يرجع، بصراحة قدر يرجع ويعدل النتيجة ل 2-2. وما زال هبوط حاد في الأداء الفني للنادي الأهلي. النادي الأهلي في 3 مباريات فقد 6 بونت، يعني بعد ما خد 18 بونت العلامة الكاملة من أول 6 أسابيع، فقد 6 بونت في 3 مباريات متتالية. فالنادي الاهلي لازم يفوق اكتر من كده شويه. ثم اسوان، اللي الحمد لله بيأكدوا كلامي اللي انا قلته من بدري، ان اسوان جايه ومعاهم مدير فني على اعلى مستوى. مفاجاه الدوري المصري بصراحه الكابتن ايمن الرمادي، الراجل بيلعب كوره حديثه جدا والاخر دقيقه. يعني بقالي سنين ما شفتش فرقه اسوان بالطريقه دي، ضاغط على النادي المصري وندي للنادي المصري على ملعبه، وقدر يحسم في الدقيقة 97 بضربة جزاء بعد تعادل 1-1 بضربة جزاء، عشان يخطف 3 نقاط غالية جدا لأسوان، يرجع بيهم أسوان. ثم آخر مباراة معانا النهاردة مباراة الزمالك والإسماعيلي، اللي الإسماعيلي أول ما نزل ورا العين الحمراء للنادي الزمالك جاب جون اول 3 دقايق وما شافش حاجه تاني. رد سريع من يوسف اسامه نبيه اللي بيثبت يوم بعد يوم او مباراه بعد مباراه ان هو لعيب محترم، لعيب كويس، طالع بسرعه الصاروخ. 4 مباريات جايب 3 أهداف، لعيب كويس جدا بصراحه. ثم هدف تاني من ضربه جزاء عن طريق زيزو اللي عمل الاسيست الاولاني. ثم هدف ثالث ينهي الشوط الاول النادي الزمالك 3-1، علشان يصعب المهمه على النادي الاسماعيلي اللي نزل الشوط الثاني. كابتن احمد حسام ميدو عمل تغييرات وحاول بس ما قدرش. كان الزمالك خد من المباراه اللي هو عايزه، والمباراه انتهت 3-1، يعني الزمالك شبه خلصها ويمكن ضيع كمان الشوط الثاني، وقدر يخطف ال3 نقاط عشان يتعادل مع النادي الاهلي في الليبنوت 24 بونت و24 بونت. وراهم فيوتشر 22 بونت، اللي انا شايف ان فيوتشر السنه دي هتبقى مفاجاه اكتر من السنه اللي فاتت كمان. ماشيين في الدوري هايل، ما خسروش ولا مباراه، وفي ظهر النادي الاهلي والنادي الزمالك، فحاجه كويسه نادي فيوتشر. ولسه ان شاء الله في مباراتين باقي الاسبوع، في مباراتين بكره ان شاء الله باذن الله نتابعهم برضو. بس انا شايف ان الدوري ولع بجد. الاسبوع العاشر، الاسبوع ال11 الجاي هتبص تلاقي الدوري مفاجات كبيره جدا. و ونتمنى التوفيق للناس اللي هتلعب بكره ان شاء الله، نتفرج على مبارياتهم. لو قدرنا نعلق عليهم، ما قدرناش ان شاء الله، وقدرنا نعمل فيديو عنهم، ما قدرناش ان شاء الله هنضمهم للاسبوع الجاي.